السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايبه لكم فيديو مختلف في ريفيو عن أسماك ابن حميدو. المطعم دوت موجود في مدينة نصر أرض الجولف. يعني عايزة طبعا أنا هتكلم معاكم بكل أمانة. هتشوفوا طبعا الأصناف اللي احنا جايبينها. يعني عزومة ديت مش مكلفة كتير بصراحة، وهقول لكم أفضل أنواع عنده اللي انتوا تطلبوها والأنواع اللي انتوا متطلبوهاش. دي طبعا تجربة سنين. يعني انا من وانا صغيرة جدا انا مش باكل غير من المطعم ده، وجربت برضو مطاعم تانية ما حبيتهاش. من افضل المطاعم اللي انت ممكن تاكلي فيها يعني مطاعم الاسماك، اسماك ابن حميدو. السمك السنجاري عنده، السمك البور المشوي. طبعا من افضل انواع اللي انت بتاكليها. المكرونه، شايفين طبعا المكرونه عامله ازاي. طبعا الجمبري يا جماعه جامبو. يعني الطواجن بتاعته كبيرة جدا. شايفين طبعا انا هوريكم واحدة عاملة ازاي، كبيرة جدا. برضو السمك الفيليه طبعا تتبيلته فوق الرائع. يعني برضو الجمبري المقلي كبير زي ما انتوا شايفين. الملوخية بالجمبري ديت كأنك انتي عاملة بجد ملوخية في البيت، يعني بإضافة تتبيلة الجمبري اللي فيها حاجة جميلة جدا. اللي ما بحبهوش عنده السمك البلطي المقلي، بس يعني احنا بنجيبه عشان يعتبر ان هو برضو في متناول الجميع. البلطي المقلي عنده مقرمش جدا زيادة عن اللزوم، يعني مقلي قوي، بتحسي ان اللحم اللي فيه ناشف. لكن كل الانواع التانية بصراحة جميلة جدا جدا. البوري المشوي احنا ما جايبينش في العزومة دي بوري مشوي، بس برضو من احلى الاسماك اللي عنده البوري المشوي. السمك ده بكل انواعه، يعني انا اكلت في مطاعم كتير مش هتشمي ريحة زفارة خالص، نظافة. يعني من بعضها النظافة، لاني بصراحة انا ان المطعم دوت عشرة. انا مش بعمل كده عشان طبعا تشتروا منه ولا حاجة، بس بجد عن تجربتي الشخصية من سنين، من احلى المطاعم اللي انتوا ممكن تاكلوا منها وممكن تطلبوا منها تيك. طبعا انا كده وصلت معاكم لاخر الفيديو، يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو حطوا لي لايك واشتركوا لي في القناة، وقولوا لي طبعا ايه رأيكم في الكومنتات. يلا، بحبكم جدا يا احلى اخوات في الدنيا.